كل سنة وانتم طيبين. حابب أبارك لمارسيل كولر ولمحمود البنا على تحقيقهم للنتيجة اللي أصروا على الوصول إليها. مارسيل كولر بيلاعب فريق ما عندوش رقم واحد إيجابي في سجله إلا إنه بيعرف يسجل أهداف، ولكن بيستقبل أهداف كتير جدا، وده اللي حصل النهارده. أنت حطيت 3 أهداف بس النادي الأهلي بجلالة قدره بيستقبل 4 أهداف، وده مالوش أي تفسير عندي غير إنك لعبت مباراة بخط وسط هجين. أول مرة ال4 لعيبة دول يلعبوا جنب بعض، فكان لازم يبان بالشكل ده. عمر كمال عبد الواحد حطيته في مركز سيرد باك في ناحية الشمال، يعني مش على عدلته. كل ده شوية تأليف بيقولوا إنك كنت عايز توصل للنتيجة دي. هزيمة في وقتها النادي الأهلي محتاجها، علشان الكورة ما بتحترمش غير اللي بيحترمها. اللي حصل النهارده مباراة للنسيان زي ما بيقولوا، مباراة المفروض نتعلم منها، هزيمة في وقتها